ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه وسلامه وسعاده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم. ربنا يا رب يعود علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده انا قلت بقى هعمل ايه؟ كوكتيل كده. بعد الفطار نرطب على قلبنا كده، وتبقى تحليه حلوه وخفيفه كده. بص، انا جبت الموز. طبعا قشرته. الفراوله نقعتها ساعه، بتبقى مليانه رمله ما شاء الله يعني. نقعتها، وبعد كده طبعا نضفتها كويس جدا، ورجعت غسلتها تاني وتالت علشان الرمله يا جماعه بتنزل كميه رمله فظيعه. فحاولوا، يعني كفايه الاملاح اللي فيها. حاولوا تغسلوها كويس قوي وتنقعوها قبل ما تعملوا فيها اي حاجه. جبت بقى، بصوا الفراوله عامله ازاي ما شاء الله. دي الفراوله البلدي بقى، مفيش هرمونات بقى ولا في اي حاجات خالص. شكلها تحفه. غسلتها طبعا، شلت القشر اللي فيها الوردة اللي فوق دي، وغسلتها كويس ونقعتها برضو تاني، وغسلتها تاني وتالت، علشان طبعا انتوا عارفين بتبقى مليانة رملة. ماشي يا حبيبي. قطعت بقى هنا نص كيلو موز، ماشي، على ربع كيلو فراولة. يعني حاولي الموز يبقى اكتر من الفراولة، علشان الموز طبعا فيه كالسيوم جميل جدا. الفراولة حلوة طبعا وفيها فيتامينات عالية وحلوة، بس نحاول نكتر الموز اكتر علشان الاملاح اللي فيه بتبقى كتير قوي في الفراولة. ماشي يا حبايبي. فطبعا انا دلوقتي قطعت ده هنا كده الطبق ده، وهنا بقى هعصر الفراوله دي. هعملها عصير فراوله عشان هاخد منها شويه احطه على الكوكتيل، والشويه الباقيين بقى ممكن نشربهم عادي يعني كده في كوبايه عادي، بس هنحط شويه على الكوكتيل عشان نطريه، ولما ناكل المعلقه كده تطلع فيها فراوله كده، يبقى شكلها وطعمها حلو. السكر بنخفف السكر عشان الموز مسكر قوي ما شاء الله يعني. هروح بقى نعصر العصير بتاع الفراوله. ارجع لكم تاني يا حبايبي. بس يا حبايبي، انا حطيت الفراوله في الخلاط. عايزه اقول لكم، شايفين مفيش اصلا اثر للسكر، لان انا حاطه شويه سكر صغيرين جدا علشان ما تبقاش مسكره قوي. الفراوله مسكره جدا والموز مسكر جدا، فانا ما خليتش السكر يبقى كتير يا حبايبي. ماشي. هفرمها بقى وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي، احنا عملنا عصير الفراوله خلاص تمام كده. يا حبايبي، هنعمل ايه بقى؟ هنحط شويه كده من العصير. ماشي يا حبيباتي، اهو تمام كده. بس يا حبايبي، هنسيب بقى ايه. تمام. بصوا، بتغطسيها كده، بتغطسي كده الكوكتيل كده في الفراوله. تمام كده. بسم الله ما شاء الله. ده بقى هيدخل التلاجة، وان شاء الله بعد الفطار نلاقي ايه حاجه جميله كده ترطب على قلبنا بقى بعد الفطار. وده كوكتيل يعني خفيف، وان شاء الله يبقى كويس. بس يا حبايبي، الكوكتيل ده مش مكلف خالص، ومش شرط يعني تجيبي مانجا، تجيبي كمثرى، تجيبي جوافة، تجيبي كانتالوب. مش شرط. اي حاجة موجودة عندك، حاجة بسيطة. لو موزتين وكم حباية فراولة، لو ربع كيلو من ده وربع كيلو من ده، هتعملي احلى حاجة، وهترطبي على قلبك انت وعيالك وجوزك، والدنيا هتبقى حلوه ان شاء الله. مش شرط يعني، ومش مكلف، حاجه بسيطه خالص، وبرده مسكره وحلو بعد الفطار. ماله ده بقى جميل اهو الطبق الجميل ده. والفراوله اللي اتبقت دي هنحطها في، طبعا هنصبها في كوبايات ونشربها. تمام يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي بقى ايه، هنحط العصير في المجات دي وندخلهم التلاجة.
بصوا بقى اللي اتبقى. بصي يا حبايب قلبي، احنا بصوا عبينا 4 مجات تمام، ولسه باقي. ممكن تعملي يعني دول كانوا ايه 4 صوابع موز ماشي، ونص كيلو فراوله. بصي عملنا بيهم قد ايه، يعني ممكن تمشي بيهم يوم واتنين كمان، ولو عندك ضيوف كمان الكميه هتكفي على فكره، لان بسم الله ما شاء الله. حتى بصوا بقى قد ايه كتير اهو، يعني يعمل كمان 4 مجات كمان. بايه بقى كل ده؟ نص كيلو فراوله و4 صوابع موز. الموضوع مش مكلف خالص يا جماعه، وعلى قد ايديكي وعلى قد ما تقدري تعملي. يعني الدنيا غاليه وكل حاجه، بس يعني فبسم الله ما شاء الله. يعني لو عندك عزومه كمان هيكفي اهو. شايفين جميل اهو، يعني المج لوحده يسطل صراحه، يعني مليان وكله فيتامينات وحاجه جميله يعني ما شاء الله. ومش مكلف يا جماعه والله العظيم. احنا عايزين نعمل الحاجه اللي ما فيهاش تكلفه خالص، خاصه الايام اللي يعني اللي احنا ربنا عالم بينا فيها دي. كل حاجه الاسعار بقت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ربنا يلطف بينا. فعايزين نعمل حاجات اقتصاديه. الحاجه اللي هي مثلا غاليه قوي ممكن مش نجيب كيلو بلاش 2، ولو هنجيب ربع وربع هنجيب نص ونص كده. يعني هنحاول نمشي نفسنا برضو، ومش مش هتحرمي نفسك ولا هتحرمي ولادك ولا هتحرمي جوزك من حاجات زي كده، وهتاكلوا كلكم وان شاء الله الدنيا هتبقى حلوه يعني باذن الله. وربنا ييسر بقى امورنا وييسر كل امر عسير يا رب. هنا يا جماعه لما اتبقى طبعا العصير الفراوله ماشي، هنصب طبعا هنا ايه كوبايتين اهم، كوبايتين عصير برضو. برضو ايه جميل اهو زي الفل تمام. ويا حبايبي يعني بسم الله ما شاء الله الدنيا زي الفل وبركة ربنا. خلي بالكم خلي بالكم، رمضان شهر كريم قوي وشهر كله بركة والله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الحاجة القليلة قوي في الشهر الكريم ده. يعني ان شاء الله الحاجة القليلة بإذنك يا رب يعني برحمة ربنا والشهر الكريم ده بتزيد عندك والخير بيزيد، وان شاء الله تبقى الدنيا يا رب كده يجعلها رخاء سخاء كده على أمة سيدنا محمد كلها يا رب. اهو هنشرب عصير اهو كده اهو، شايفين اهو كوبايتين عصير اهو ماشي، والكوكتيل تمام اهو. واهو 8 يعني بصوا 8 مجات دول يعملوا 4 زي دول 8 مجات ما شاء الله. شوفي انت لو جبتيه من بره الكوبايه تكلفك كام. حاجه سهله جدا على فكره وبسيطه جدا. نص كيلو فراوله، نص كيلو موز، عايزه تجيبي ربع موز وربع فراوله هيعمل لك برده احلى كوكتيل وهتاكلوا. وربنا يا رب كده يجعله شهر كريم علينا وعليكم على أم سيدنا محمد. وإن شاء الله أشوفكم على خير وفي فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش يتفضل ينورني ويشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.